السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهاردة حلقة جديدة من قناة بناتي حياتي، هنعمل فيها صينية البطاطس باللحمة المفرومة. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. وقبل ما نبتدي نقول بسم الله. معانا كيلو بطاطس صغيرة. يفضل الحجم الصغير، لان طعم الحجم الصغير في السوا بيبقى احلى من ان انا اجيب بطاطس كبيرة واقسمها لجزئين. فالبطاطس الصغيرة بتبقى طعمها كمان مسكر وحلوة. معايا كمان ربع لحمة مفرومة وعصجها، ومعايا طبعا طريقة العصاج زي ما هنشوفها في الفيديو. ومعايا بصلاية متوسطة، ومعايا الطماطم بتاعتي عشان اعمل بيها الصلصة. هبتدي اقشر البطاطس بتاعتي وبعد كده اقورها مكان صغير خالص، يا دوبك احط فيه بس اللحمة المفرومة. وبعد ما اخلص تقوير البطاطس هشطفها، وبعد كده ابتدي احشيها. بعد ما بقشر البطاطس وبقورها بحط باقي التقوير ده في ارضية الصينية اللي انا هستخدمها. وبعمل كمان البطاطس بقشرها من تحت عشان يبقى ليها قاعدة، عشان تبقى قاعدة مستقيمة يعني، واحط فيها اللحمة المفرومة متحركش منها. بعد كده اكون مجهزة طاسة سخنة، حط فيها الزيت وحط فيها بصلاية مبشورة. ابتدي احمر البصلاية لغاية لما تديني اللون الذهبي، وانزل بعد كده بيها على اللحمة المفرومة. وبعد كده اقعد اقلب فيها واحط عليها البهارات بتاعتها، الملح والفلفل وذرة القرفة. بعد كده اكون محضرة عندي الطماطم، اعصرها كويس في الخلاط. وبعد كده انزل عليها في نفس الطاسة اللي كنت عاملة فيها العصاج، يا دوبك تتسبك شوية، واحط لها برضو الملح والفلفل بتاعها. ابتدي بعد كده احشي اللحمة المفرومة جوه البطاطس، واحدة واحدة كده. واضغط عليها بالمعلقة وانا بحشيها عشان تبقى موجودة جوه البطاطس، ما تطلعش منها.
الطماطم كده غلت غلوتين وبدأت تتسبك شوية كده، مش تتسبك قوي يعني. هبتدي انزل بقى بالصلصة بتاعتنا على البطاطس باللحمة المفرومة. وبعد كده بدخلها الفرن لمدة نص ساعة. ممكن كمان يتقدم جنبها الرز بالشعرية او الرز الابيض، بس هنا انا عملت الرز بالابيض. وتقريبا بعد نص ساعة كانت البطاطس استوت، وبألف هنا وشفا. ودي كانت وصفة النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا.